ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن تأمل جديد او تأمل نفسي جديد في موقف قرآني. الموقف اللي اخترته النهاردة كان موقف بتاع قصة اصحاب الجنة، والسمة الغالبة او الحاجة النفسية اللي كانت واضحة بالنسبة لي في الموقف ده هي كانت illusion of control او توهم السيطرة. الناس دول ربنا اعطاهم حاجة معينة او ادالهم رزق معين، فهم توهموا ان هم يقدروا بالحاجة اللي عندهم دي ان هم يسيطروا، يدوا ويمنعوا. قادرين، هم عندهم توهم بحاجة زي كده. انما في الحقيقة انا حتى لما بتكلم مع الناس في الجلسات بنتكلم ان احنا كل سيطرتنا حرفيا على مشاعرنا او قبل مشاعرنا افكارنا ومشاعرنا بس، انما اي حاجة تانية في الدنيا بره سيطرتنا حرفيا. في حتة توهم السيطرة دي بيقع فيها ناس كتير وبتقع فيها نفوس كتير، خصوصا لما النفوس دي بتبدأ تعلى أو تتمكن في الدنيا يعني. علشان كده ده بيبقى ابتلاء للنفوس، وضروري كل واحد يشوف الموقف اللي هو فيه بهذه النظرة يعني. كمان توهم السيطرة لو جينا نبص عليه هنلاقي ان هو كان سبب في انا دلوقتي حاسس ان انا مسيطر، ف ف فلأ أنا خايف أفقد السيطرة دي، فالموضوع ممكن يدخل في حتت جشع أو حتت زي ما شُفنا في قصة أصحاب الجنة برضه. أنا دلوقتي مسيطر وعندي حاجة مهمة وعندي بستان وعندي بتاع، فأنا مش هادّي حد منّه حاجة، خلاص، هي خلاص كده قفلت على كده، ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين، ما حدش هياخد حاجة من المكان ده خلاص. هنلاقي إن برضه واضح في القصة هنا إن النوايا السيئة أو النوايا الغير طيبة بتبقى ربنا مطلع عليها وأحيانا مش أحيانا يعني، هو هنا ربنا عجل لهم بالحاجة اللي يشوفوها قدام عينيهم تفهمهم وتفوقهم. فبدأوا ساعة لما وصلوا عند ال- البستان بتاعهم بحالة الجشع اللي هم فيها وحالة توهم السيطرة اللي هم فيها، وصلوا ما لقوش حاجة، الدنيا البستان محترق والدنيا بايظة خالص. فساعتها هنلاقي ان هم تعرضوا لصدمة. الصدمة دي قابلها بعد كده الحيلة الدفاعية اللي هي بتاعة الإنكار، لأ إنا لضالون، ده مش المكان بتاعنا، مش ده البستان اللي احنا ناويين ناخد الحاجة منه، مفيش. بعدين بعد الصدمة والإنكار بدأوا يندموا على ما فعلوا، بل نحن محرومون، ربنا حرمنا لأن احنا فعلا ما كانش لنا سيطرة على الموضوع ده، هو ربنا حرمنا بنيتنا السيئة. فحتة الإدراك والوعي وإن هم بدأوا يلوموا على بعض، وإن هم بدأوا يشوفوا الموضوع بعين صحيحة، ده كان في جزء لاحق من القصة. اللي أنا شايفاه إن إحنا ممكن نستفيده من حاجة زي كده إن أحيانا النفوس بتحتاج الدورة دي من التهذيب. يعني ساعات الواحد ضروري يتعرض للحاجات دي علشان يفهم إن هو ملوش سيطرة على حاجة، إن هو كل الموضوع هي كلها لله، يعني هي بتاعة ربنا ورايحة لربنا يعني. فساعات فعلًا النفس بتحتاج هذا الدرس علشان تتهذب وتسكن وتعرف إن ما فيش سيطرة. حاجة كمان أنا بصيت عليها برضه حتة التوجه الجمعي، إن هُم كانوا مجموعة من الإخوات، فدايمًا لمّا نيجي نبقى في مكان نحاول نحوط نفسنا بالناس اللي تعيننا على إن إحنا نعمل خير، مش الناس اللي تبقى بالنسبة لنا عون على الشر والسوء. لإن إحنا الناس عمومًا كائنات اجتماعية، وإحنا ناس اجتماعيين، يعني بنحب نبقى موجودين مع ناس، ففكرة إن إحنا ننتقي أو نختار الناس اللي تبقى عون لينا على خير، دي حاجة مهمة جدًا برضه، حاجة أنا لمستها في القصة دي. وفي الأول وفي الآخر ده اجتهاد شخصي منّي
يعني أنا ربنا إن شاء الله يتقبله ويطلع حاجة سليمة يعني. وإن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي، وكل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب.